وفي نص الليل الناس صحيت على صوت تخبيط شديد، وفي الأول افتكروا إنه صوت الموج، لكنهم اكتشفوا إن الصوت ده جاي من سيدنا الخضر وهو بيشيل لوح من ألواح السفينة. الناس اتصدمت، وسيدنا موسى ما استحملش وسألوا ليه عمل كده وإزاي يأذي ناس غلابة. فسيدنا الخضر فكروا بالوحد اللي بينهم، وسيدنا موسى اعتذر ووعدوا إنه مش هيسأل تاني. بعد كده راحوا قرية تانية وشافوا طفل صغير بيلعب مع الأطفال، وفجأة سيدنا الخضر قتل الطفل ده. وسيدنا موسى اتصدم وسأله إزاي يقتل طفل بريء ما عملش حاجة. وسيدنا الخضر فكروا للمرة التانية بالوعد وقال له لو سأل تاني هيفتروا. بعد شوية وصلوا قرية تالتة وطلبوا من أهلها أكل أو شرب أو حتى مكان يرتاحوا فيه، لكن أهل القرية كانوا بخلاء جدا ورفضوا يضيفوهم. ومع كده سيدنا الخضر شاف جدار بيت مشقوق وبيتهد فقرر يصلحه، وسيدنا موسى استغرب وسأله ليه يعمل خير مع ناس ما أكرموش. وهنا قال له سيدنا الخضر إنهم هيفترقوا، لكن قبل ما يمشي لازم يفهموا الحكمة من كل اللي حصل. في اللحظة دي جلال الدين رجع الكلام لزياد ولؤلؤ ومرجان وقال لهم إنهم زي سيدنا موسى بالظبط، شافوا الأفعال لكن ما شافوش الحكمة، وبدأ يحكي لهم أول حكاية.